السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد كده. آه يعني هو مش روتين طويل قوي، بس انا حبيت اشارك معاكم لان انا بقالي فتره ما بنزلش حاجه. بسبب الجو برضو كان صعب وكده، فما مش عارفه خالص. هنا اول حاجه بقى صحيت، طبعا النور قاطع، فقلت كده اعمل فطار. يعني فطار كده برضو يبقى سريع، عشان طبعا النور برضو ما كانش، يعني طبعا بيفرق وكده. بس انا اصلا في الطبيعه ما بفطرش فطار، يعني غير حاجات بسيطه. فهنا عملت كده بيض، وحطيت عليه طبعا جبنه. ما بحطش كتير، بس انا بحب، ما اعرفش، انا بحب احط على البيض آه يعني معلقه جبنه كده او اي حاجه. حتى لو بعمله بسليم عشان ادخل مثلا الجبنه. وحطيت كده رشه فلفل اسود صغيره ورشه ملح، وهبتدي بقى اميكس بقى كل الكلام ده مع بعض. بيبقى بصراحة طعمه حلو قوي. آه طعم الجبنة لو انت عندك اطفال وكده هياكلوا، مش هيحسوا بيه خالص. سليم ما بيحبش يشوفني بعمل اي حاجة. فلو عندك اطفال مش هيحسوا بقى بطعم الجبنة والطبيعي يعني. ف بقيت اعمل كده مع سليم في كذا اكلة، بقيت بدخله الحاجة اللي ما باكلهاش بدخلها في الاكل نفسه. يعني عندي سليم ما بياكلش حتى اللحوم ولا الفراخ. ممكن ياكل معلش الفراخ مثلا، ياكلها شاورما، اللي هي الشاورما السوري دي. بس بكترله مثلا في الساندوتش مثلا بطاطس محمره، عشان ما يحسش قوي بطعم الفراخ فيرفضها وما يرضاش ياكلها. آه لان هو عندي صعب جدا في الاكلات دي. معظم اكلهم ما بيحبوش قوي، يعني هو اكلته ضعيفه عندي جدا. المهم، ده كده كان الفطار. قطعت كده واحده طماطم وعيش وعملت بقى شاي وكده وخلاص. هنا بقى ده بعد ما النور جه، كان بالليل اصلا. دخلت على التلاجة. بس انا بحاول ارتب لكم الفيديو على قد ما اقدر، لان الكهرباء قطعت مره واحده، بتقطع من الصبح بتجيش غير بالليل، عشان بيغيروا سلوك وحاجات زي كده. المهم، هنا عندي التلاجة زي ما انتم شايفين هي نظيفة كلها، مفيش اكتر، يعني هي الجزء فيها اللي ممكن يبقى متبهدل اللي هو اخر رف، واخر رف خالص. فانا هعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا اعملها باللوفة مكانها، مش مطلعتش اي حاجة غير حاجة واحدة بس، اللي هو بيكون في الباب ده. مش عارفة صورته معاكم ولا لا، بس عشان لقيت فيه آه كان مكبوب فيه حاجة زي عسل كده، فكان لازم ان هو يطلع، ورشيت عليه حبة سيترس ومية بقى سخنة وظبطته يعني. انما انا التلاجة يعني بصراحة انا برضو ايدي فيها ما بسيبهاش تتعك قوي. لان التلاجة بصراحة من الحاجات برضو اللي كانت تتقل، لو اتعكت قوي ما بتبقى دمها تقيل وصعب في تنظيفها، مش برضو سهلة اللي هي لو سبتيها يعني. والحاجات دي المفروض الاجهزة على قد ما نقدر نحافظ عليها، لان فعلا والله الاجهزة معدية، فكل واحد يحافظ على اي جهاز عنده. فالمهم زي ما انتم شايفين كده، يعني شايفين حتى الارفف كلها نظيفة، مفيش اي حاجة غير ان انا بديها ضحكة، وببتدي ان انا امسحها كده بالفوطة. ببتدي بقى المح كده الاجزاء اللي هي اللي حواليها دي. يعني عايزه اقول لكم ان الفيديو متسرع وانا كمان فاصله. شوفوا، يعني هي كانت نظيفه وكده، بس والله برضو انا بالنسبه لي انا تعبت فيها. بالنسبه لي، لان انا فعلا مش قادره اقف. يعني حتى بعد ما عملتها رجلي ما كنتش قادره اقف عليها خالص. بس الحمد لله يعني. قلت اخلصها واخلص منها، عشان ابقى خلصت كده معظم والجزء بقى اللي تحت كان برضو في حاجة كده زي مجبوبة فيه. برضو دعكته ضحكة كده كويسة. اللي هو اسمه ايه، المفرشة اللي كنت حطاها دي، شوف حطاها من رمضان. كنت اشيل وامسح وارجعها تاني، بصراحة محافظة على التلاجة جدا.
وما جبتش بقى من ساعتها واحد جديد، بس جبت واحد جديد كنت بوريلكم ده ان شاء الله اللي انا هحط يعني كده. المهم هنا بقى اللي هو اخر جزء ده كنت برضو بعمله بالفرشة عشان ينضفوا كده. بس هنا بقى كنت بروح اغسل مثلا الفوطة وارجع تاني. هنا بقى ابتدي الم كده اي حاجة وابتدي اعيد عليها كمان مرة تانية وبس بقى كده حبة، وبعد كده بروح فرشاها. هنا بقى فرشتها بالمفارش دي، هي نفس خامة اللي انا كنت فرشاها، يعتبر خامتها حلوة اوي، بتبقى تقيلة وبتعيش. بس طبعا جبت شكل عادي يعني. هنا بقى هدخل هعمل الاكل. انا اول حاجة بدأت بيها قلت هعمل اسمها ايه، التومية. حطيت كده مية وحطيت 3 معالق كده نشا، وبقلب بقى النشا والمية على البارد، بقلبهم كويس جدا عشان النشا ما تكتلش منك. فهقلبها كويس قوي وهحطها على النار وبسيبها بس لحد ما تتقل، بس بقلب برضو فيها عشان مش عايزينها تكتل. هنا بقى جبت كده حلة وقلت هقطع بصلاية كده صغننة، وبصراحة الأكلة كلها كانت سهلة، ما خدتش يعني مني وقت وكده. فقلت اقطع بقى بصلاية كده صغيرة. اكيد عرفت انا اعمل ايه. هنا كنت هعمل رز بسمتي، وقلت بقى اعمل له بقى بصلاية كده، لان البصل طبعا بيدوله طعم حلو قوي. لو اتعمل كده مش عارفه، ما اعرفش، ما بحبوش، ما بحبش شكله. فقلت اعمله كده ببصلايه، يا بصلايه بس، ما قطعتش حتى ولا جزر ولا اي حاجه. طبعا انت ممكن تقطعي فيه جزر، بس انا عشان كنت مستعجله وعايزه اخلص، لان زي ما بقولكم ما كنتش قادره اقف بصراحه على رجلي خلاص. هو كنت جايبه اخري، فقلت يعني اعمل اكل حتى يبقى سريع يعني عشان ما ياخدش مني وقت. انا طبعا ببقى عارفه اعمل اكل ايه من قبل ما اعمل. ودي بقى الزبده اللي انا سيحتها بس مصورتهاش معاكم. احب الزبده قوي لما بسيحها، لما بتكون يعني زبده اللي هي صحيحه وكده. فانا سيحت زبده وحطيت بقى كده معلقه حلوه، ابتديت كده ادي تقليبه للبصل. احنا بنخلوش يعني ياخد لون ولا اي حاجه، وبس بيدبل مش اكتر يعني ولا اقل. وهنا بقى حطيت كده على البصل توابل، حطيت فلفل وكمون وكزبره ناشفه وحبه كده 7 بهارات، وهحط برضو كركم، وحطيت 2 ورق لورا. وهنا حطيت الرز وحطيت يعني معلقه كركم كده مش كبيره قوي. وببتدي بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعض. بحب الرز ياخد تقليبه برضو مع البصل والتوابل وكده. يعني بحطوش احط المية على طول، او احط المية واحطه هو، لا، بحب ياخد تقليبه برضو مع البصل والتوابل. فببتدي كده اقلب فيه حبه يعني مش كتير، يعني تقريبا كده. وبعد كده ببتدي بقى هنا بوريكم يعني شايفين اندمج يعني مع التوابل الحاجات دي. ونزلت عليه بقى بالميه وبسيبه بقى يستوي. وهنا كانت النشا عمدت، بس بسيبها بقى تبرد خالص. وحضرت بقى كده 5 فصوص توم او 6 وليمونه و... وعلبه زبادي. هبتدي بقى انزل بكل ده في الخلاط. فهنا بقى هنزل الاول خالص بالزبادي، وهحط كمان فهنا بقى حطيت اللي هو الخليط اللي هو بتاع النشا برضو، وهحط كمان الثوم، واحط الليمونه كامله. عايزه اقولكم تبقى طعمها حلو قوي قوي، تبقى تجنن. كمان كنت ضربيه في الهاند بلندر، بس الحمد لله الهاند بلندر عندي باظ برضو،
فمش عارفة ايه حكاية ان مش عارفة عندي الأجهزة بدأت يعني اتكبكت الأول وبعد كده الهاند بلندر، بس حاولت اصلحه بقى المرة دي معرفتش. بس تمام يعني الحمد لله، كويس انها بتيجي في حاجات زي كده. فهضرب بقى كل الكلام ده مع بعض. وبحط كمان ملح، او مكتريش قوي عشان الليمون، بس يعني ظبطي برضو الملح وكده. انا بقولكم يعني ان انا حطيت ليمونه كامله. الليمون بيفرق في طعمها بصراحه. كمان التوم انا حطيت 5 أو 6 مش اكتر من كده، وهحط حبه خل. هي التوميه سهله جدا، مبتاخدش معاكي وقت والله، وفي نفس الوقت بتطلع حلوه، يعني مش بتطلع اللي هي بقى حاجه اي كلام وكده. شايفين؟ زي ما انتوا شايفين قوامها تقيل وحلوه جدا جدا جدا. وعايزه اقولكم اللي عملته ده كمان طلع كتير، يعني احنا مخلصناش حتى نصها. فهنا بقى كان الرز وحاجات دي بقى كلها جاهزه، ستريبس وكده قليته بس حمرته.